آه عايزة أقول كلمتين حلوين في ودن كل بنوتة مقبلة على الزواج. في فكر غريب كده بدأ يظهر، وهو أنا عايزة أتجوز عشان أخلف ولاد، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. أنا عايزة أنا معايا مرتبي ومعايا أصرف على ولادي، وإيه اللي يخليني أخلي واحد في حياتي؟ إيه أهمية ده؟ طبعا دي من الأفكار الهدامة للبيوت بصورة كبيرة جدا، ومن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق إن الزوجة عندها قوامة مادية. هنا أنا مش بقول للزوجة ما تشتغليش أو ما يبقاش عندك قوامة مادية، ولكن للأسف الشديد احنا طلعنا في مجتمع كل ذكوري ان الاب بيربي بنته على انك انا بديكي الشهاده عشان تشتغلي وما تتحوجيش لحد، عشان لو جوزك عمل وسوى وخلى انت معاكي فلوسك يبقى وشغلك انت مش محتاجه لحد، اديله على دماغه وسيبيه. طبعا الفكر ده يا جماعة يمكن كان أيام سي السيد وأيام المرحلة الحقبة دي، كان في ناس يعني ظلم وهضم لحقوق المرأة جامد. يعني كان في الفترة دي الراجل يتجوز ويخلف ويعيش حياته ويخلي الزوجة الأولى دي بعيالها معلقة وما فيش فلوس وما فيش أي حاجة خالص، وكانت تضطر تشتغل في البيوت أو تتذل عند أخوها وأختها. لكن احنا في العصر الحديث الحمد لله رب العالمين القوانين نصفتنا، وبفضل من الله سبحانه وتعالى يعني اتعملت قوانين زي الخلع في استحالة الحياة. احنا دلوقتي للأسف هو اتعمل لراحة المرأة، ولكن هذا القانون جاء لشقاء الأبناء. بقى سهل أخلع وسهل خلاص أنا أروح أتجوز تاني، سهل إن أنا مش عارفة سهل فالقانون يا جماعة، كل قانون من القوانين اللي صدرت بتحمي المرأة هو سلاح ذو حدين. يعني ما نتسرعش قوي على ان احنا القانون عطاني اوبشن، عطاني ميزة استعملها. هو قانون عايز يحافظ على الأسرة من الأول والآخر، ويحافظ على كرامة المرأة من الأول للآخر، ولكن استعماله بصورة خاطئة بيأذي المجتمع كله. لازم نكون معتدلين، ما ينفعش انت يبقى عندك قوامة مادية على عيني وعلى راسي، بتشتغلي على عيني وعلى راسي، لكن البيت والأسرة والولاد محتاجين ماما وبابا مع بعض. اتقوا الله. ما تسفهيش من أبوهم قدامهم، ما تشتميش أبوهم قدامهم. يعني قاعدة انت في حتة مع حد وقاعدة تشتمي فيه مع أختك مع أخوكي مع أي حد، وتشتمي تشتمي تشتمي، العيال هيكرهوه. وهو يعني معلش، أنا مش مع الرجل ولا مع المرأة، أنا مع الأولاد، ولا يهمني انتي ولا يهمني هو. ولكن الأطفال دي جت لها حقوق لازم نحافظ عليها. العيل محتاج لبابا، محتاج انه يحس بالحماية. الأب وظيفته توفير الأمان للأسرة، حتى لو هو مش قادر يوفر الأمان لنفسه، حتى لو كان هو غير أهل لده. أنا همشي معاكي لغاية الآخر، حتى لو مفوش كل ده، بس هو في النهاية أبوهم. وأكم من أسر والله بنعرفها الراجل زي الزفت والهباب، وتقول لك أستاذ فلان راح وأستاذ فلان جه، أصل أنا ما أقدرش أروح المكان الفلاني إلا بإذنه. والله العظيم 3 هي اللي ماشية المركب كلها، وهو ولا ليه 60,000 لازمة. نعرف ناس تانيين الزوج كان مدمن والعياذ بالله، والزوجة بقت هي اللي واقفة في ظهره ومستحملة ولما عيالها في حضنها. يا جماعة لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا جندا من مصر، سألوه ليش معنى مصر؟ قال لهم لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم الدين. إياكم من الدعاوي المسمومة
اللي عايزة تهدمك وتهدم بيتك وتهدم مجتمعك وتهدم دينك أساسا كله. لأن احنا اتحاربنا بالسلاح ما جابش نتيجة، لكن لما نتحارب في الأخلاق وفي القيم وفي الحاجات دي كلها بتجيب نتيجة. فلو سمحتم كل واحدة فيكم تحافظ على بيتها. الزوج مش مجرد آلة هتجيب لي عيلين ويلا مع السلامة بقى وهكمل الرحلة مع نفسي. مش كده، ما ينفعش. فنعمل تفاهمات. ممكن تكوني انت فيكي عيب معين مسبب ان ده كده. يعني احيانا الست عندها القوامه الماديه فبتبص الراجل لا انت ولا حاجه، انا فلوسي اكتر من فلوسك، حتى لو ما قالتهاش بلسانها، احساسها الداخلي بيقول كده. فهي بتحسسه بالقله، ولما تحسسه بالقله النتيجه المنطقيه لا ده انا هضربك بقى في قيمتك وفي كل حاجه عندك. يبقى دخلنا حرب. وبعد كده نقول الظواهر الجديده برضه، الزوج النرجسي والزوج مش عارفه ايه والزوج الايه. طب يا جماعه انا مش بنفي وجود الشخصيات دي، مش بنفيها، ولكن احنا بايدنا نصلح من نفسنا عشان نتكيف وعلشان نعامل اللي قدامنا صح. يعني انا عن تجربه شخصيه انا مريت بيها نفسي. انا كنت بقعد ازعل وازاي هو بيعمل كذا وازاي هو بيسوي كذا، واقعد اعيط شويه واتخانق شويه واعمل شويه لغايه ما بدات ادرس. دخلت بقى ادرس، عايزه اطلع بقى من المود ده كله، وعايزه يبقى لي انا دنيتي الخاصه بيا. عايزه افهم هو مين الغلط فينا. انا عايزه اتعلم، لان الثقافه اللي اتربيت عليها غلط. فانا عايزه اتعلم مش عشان ادور ايه حقي واكسر بيه رقبته، علشان انا ارتاح. راحه البال دي قيمه كبيره قوي، انا عايزه بالي يرتاح. ففعلا لما بدات ادرس والله العظيم 3 انا لقيت في عيوب قاتله، لاني انا زي ما تربيت ان ده الفارس ابو حصان ده الحلو اللي هيجي يوريني العالم، اللي هيجي يعمل ويسوي ويخلي طبعا الواقع ما فيهوش الكلام ده. فانا عايشه في وهم اتربيت عليه. لا انا غيرت الوهم، لا اصحي كده يا حاجه كده، لا الوهم ده مش موجود. هو كمان له احتياجات ووراه مسؤوليات، ولازم كل واحد فينا يحترم الآخر. وبدأت أفهم إزاي بيفكر الراجل. ولما أنا والله العظيم لما أنا غيرت من نفسي، يعني نسبة المشاكل قلت جدا. وكل مادة بطور نفسي زيادة، أنا ما بتوقفش، بطور نفسي زيادة مش عشانه، لا ما ولا عشان أي حد، عشاني أنا، عشان أنا أعيش في سلام. بدأت أدور على اللي يعيشني في سلام، لأن السعادة يا جماعة مش هتجيلي من بره، مش هياخدني خروجة بره هبقى في منتهى السعادة واتنطط زي الهبل، لا. لأن لو أنا جوايا بير اسود، والله لو وداني فرنسا حتى، وداني عند أبو الهول حتى، والله العظيم ما هفرح ولا هسعد. لو رحت فرح وأنا جوايا بير اسود والله ما هفرح. فلقيت لا، هو السعادة بتاعتي هتنبع من جوايا أنا، ولازم أصلح جوايا أنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما أنا ماني، أنا ماني ومن الآخرين دلوقتي الحالي. لا معلش أنا اختلفنا. أنا بقول لكم ليه الكلام ده دلوقتي؟ عشان أنا عندي 60 سنة. اللي طالعين جديد لازم وعيهم يزيد ويخلوا بالهم من الفتن اللي بتتحط في طريق بتاع الزواج. خلوا بالكم يا جماعة، حرب على زواجنا، حرب على استقرار بيوتنا. انتبهوا فقط لا غير. شكرا.